انا لسه خارج دلوقتي من صلاه التراويح. عندي مشكله بتحصل انا مش فاهمها. دلوقتي احنا اليومين دول يعني ربنا يدي كل الناس الصحه، الجو متقلب شويتين، فثلاث ارباع الناس عندهم انفلونزا وبعض الامراض الموسميه. لكن لاحظت حاجه، ان انا دلوقتي حصل لي موقف غريب وانا واقف بصلي صلاه التراويح. واقف على جنبي شاب كده في حوالي ال30، عمال يشن ويمن وكل شويه يعمل اصوات، وعلى اخره واضح ان الدور داخل عليه تقيل. واقف لازق فيه وعمال يعمل يعني الاصوات بتاعت الانفلونزا، انا اسف في التعبير. وعلى الناحيه التانيه على شمالي راجل واقف وموقف بيني وبينه ابنه، وابنه دوا برضه شاب صغير ما يكملش 15 سنه، وواضح هو كمان انه عنده دور انفلونزا خطير، لانه عمال يكح برضه وعمال يشن اصوات اللي انتوا فاهمينها مع هذا المرض. فبالتالي انا عايز افهم حاجه يا جماعه، احنا دي صلاه تراويح يعني مش فرض، ففي الاول وفي الاخر انت مش ملزم، بس ما اقدرش اقول ان مفيش حد ينزل يصلي، كلنا عايزين ننهل من حسنات هذا الشهر الكريم. لكن بمنتهى البساطه يا اخي، طب صلي وانت بعيد عن المصلين، خد لك جنب في المسجد، بلاش تعالى البس كمامه. لكن انت دلوقتي عشان تاخد حسنه تيجي تغرمنا كلنا انفلونزا. اهو اللي كان واقف على يميني ده مثلا بكم الانفلونزا اللي هو فيه، يعني اعتقد ان هو ممكن يعدي صفين ثلاثه. انا ما بقتش فاهم الراجل. اولا انت فاصلني عن الصلاه، لان تركيزي كله بقيت خايف من الجراثيم اللي عماله تطلع منك وانت كل شويه عمال تعطس وتكح يعني ما بقتش سامع الراجل اللي بيصلي بينا. وفي نفس الوقت يا سيدي اللي هنقول بلاش تقولوا لي انت راجل ما عرفتش تقف في الصلاه مركز شويتين وانا راجل وسوست، ماشي يا سيدي، لكن في الاول في الاخر انت تعديني انا ليه؟ ما انا ذنبي ايه؟ ما تيجوا لابسين كمامه يا جماعه بمنتهى البساطه، او اقف على جنب، مش لازم تحشر نفسك وسط المصلين، مش هيحصل حاجه، ربنا مش هيعاقبك، هو رحمن رحيم، وهيبقى عارف انك انت بينا راجل ظريف شويتين، يعني انت لا ضرر ولا ضرار. يعني بدل مصمم انك تنزل وانت عندك دور انفلونزا جامد، وده مش واحد ولا اتنين، دي ظاهره، لان اليومين دول في امراض موسميه كتير، ثلاث ارباع الناس جاي لهم انفلونزا لتقلب المناخ. فبالتالي ارجوكم يا جماعه، نصيحه لكل الناس اللي هينزلوا يصلوا معانا التراويح او يصلوا اي صلاه يا جماعه، لو انت عندك انفلونزا يا سيدي ما تاذيش الناس المصليين، البس كمامتك وخليك راجل علينا امين. وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يصلح حالي وحالكم ويبعد عننا شر الامراض والناس المعديين. السلام عليكم.